السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس. النهارده هنعمل مع بعض الممبار بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كيلو ممبار عليه كيلو رز، كيلو طماطم متقطعة قطع، كيلو الا ربع بصل متقطع كده في الكبة، خضرة، حزمتين خضرة. هنبدأ بقى تقلبيه، وهتحطي له التوابل اللي هي ملح، فلفل اسود، كمون، بس كده. هتبدأي بقى تحشيه بالطريقة ديت اهوت. هتجيبي الواحدة وتحطي كده بالطريقة دي. يعني انا ما بحبش اعمله بقمع ولا الكلام ده، انا بحب اعمله بالطريقة ديت. بتدخلي صباعك الاتنين كده وتبدأي تحشي بالطريقة دي. في الاخر خالص بتبدأي تضغطي عليه كده عشان تخرجي الزيادة، عشان ما تحطيه في المية ما يفرقعش بالطريقة دي. هنضغط عليه كده عشان الزيادة تخرج. لان طبعا ما بتحطيه في المية الجلدة دي بتبدأ تكش. اهو كده عملنا الكمية اللي انا عاوزة اعملها. حلة بقى على النار فيها مية تستنى ما تغلي، وهتبدأ تحط لها التوابل دي. طبعا الملح، الورق راولة، حبهان، كوبيبة صيني عشان تخلي ريحة الممبار جميل جدا. اهو بعدين ما المية غليت هتبدأي تحطي فيها الممبار كده وتنزلي بواحدة واحدة. اهو كده هتغطي عليه وتسيبيها بقى تغلي. اول ما تغلي تبدأي تبصي في الساعة، تسيبيها تلت ساعة من الغليان. وبعدين هتبدأي تطلعيه وتحطيه في مصفى عشان يصفي المية اللي فيه، عشان ما تيجي تحطيه في الزيت ما ينطورش. هنسيبه بقى في المصفى على ما يصفي. طاسة على النار فيها زيت هتبدأي تحمري فيها، تنزلي واحدة واحدة. انا بحب ان انا اقبل زيت مغطي الممبار عشان ما اقعدش اقلب فيه كل شوية. او بالطريقة دي. واستوى بالهنا والشفا. استنوني في فيديو جديد.